شو السالفه؟ كل ما تكلمنا بالمال نط لنا واحد قال والله المال وسخ دنيا. وهذه المقوله وايد نسمعها، وايد يتداولونها ناس. يبقى غلط، هذا جهل. مال نعمه من نعم الله علينا. مال انعم علينا الله في مال نعيش فيه، نستعين فيه على حياتنا، على امور دنيانا. وسخ دنيا شو السالفه؟ صراحه ولا لها، الفطره ترفضها. قضيه الفطره فينا ترفض المعنى هذا. وسخ دنيا، تشتغل طول اليوم، تروح وظيفتك رايح راد، وتكرف وتطحن، وتاليته يجيك راس الشهر معاش، ولا وتفرح فيه، تفرح بوسخ دنيا. هالمعنى هذا هو اللي انت توصله لنا يعني؟ طيب غلط، ما يصير تقول عنه وسخ دنيا. بعدين المال هذا قاعد تتاجر فيه مع الله، في شيء منه ندفعه زكاة، في شيء ندفعه الصدقات، نتاجر مع الله بوسخ دنيا عشان يكون هذا. لا يبا، لا، ما يصير يا يبا، بالعكس. تجارة ونكنز ونجمع طول السنين، وتجار وعمات عين، وتاليتها وسخ دنيا. شو الغباء هذا؟ لا يبا، هذا إرث عرف تافه، غلط. اللي خذيتوه عن اباكم واجدادكم بهالطريقه غلط، ما يصير. هذا مال، يا حالاته اذا يدش بغباتك، حالات من يشم ريحه النوط وسخ دنيا. لقيتونا انتم. لا يبا، غيروا مفاهيم. هذه من العادات الغلط، غيروها يبا، غيروها. الله يصلحكم بس.